بسم الله الرحمن الرحيم. انا كل اخواتي وحبايبي طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل اللايك وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا في غزه. وتعالوا مع بعض بقى نتكلم على التحكيم بتاع مباراه الاهلي بتاع امبارح. الاهلي امبارح طبعا لعب مع اياجل نوار ففاز على الفرقه 1-0 في مباراه غريبه تحكيميه. يعني مجرد ان اللاعب بس مجرد جردشار ملامس اللاعب زغزغه كده حته تزغزغه بسيطه كده فاللاعب وقع في الارض راح الحكم مدي جردشار طرد. انا نفسي اعرف الكوره اللي قدامكم دي اللي انت شايفينها قدام دي تستاهل طرد؟ فين الطرد اللي في الكوره اللي انت كحكم شفتها؟ انت شفت ايه في الكوره؟ مجرد ان انت شفت اللاعب بيموت في الارض فخلاص يبقى اللاعب الاهلي جردشار خبط اللاعب خبط جنبه، هو مجرد لمسه بسيطه اللاعب وقع في الارض عمل مشكله الحكم فطلع حتى مش انذار، لا ده اداله طرد على طول، طرد مباشر. هل ده يسبب مشكله في النادي؟ ما سببش مشكله اصلا مع النادي الاهلي لان النادي الاهلي كان داخل المباراه هي ماشي المباراه احنا فزنا هناك 1-0 المفروض هنا انزل بالتشكيله كامله بس المدرب كان عنده راي ثاني فنزل بالتشكيله اللي احنا شفناها قدامكم امبارح. الاهلي فاز 1-0 وخلاص صعد لدور المجموعات. طيب هل التحكيم ده هيستمر على كده؟ عشان الناس اللي تطلع وتطلع تتكلم وتقول لك التحكيم المصري والتحكيم بيجامل الاهلي والتحكيم الافريقي مع النادي الاهلي والاهلي بياخد بطولات بالحكام، شفتوا لسه في بدايه البطوله ولسه في الدور 32 والنادي الاهلي لاعب النادي الاهلي ياخد طرد، يعني فضيحه تحكيميه ما حدش عارف. يعني الكوره بتاعت طب ما هي زيها زي كوره بيكهام، يعني لو شفنا بيكهام في الصوره هتلاقي اللاعب اصلا في اول صوره اداله بالكوره كوره بيكهام نفس الكوره بيكهام وقع على الارض لدرجه ان الجهاز الطبي جه يجري اللاعب فيه مشكله برضه نفس الكوره في المنطقه وبالكوع، يعني الكوره بالكوع اهي قدامنا واضحه. انت كنت فين؟ الحكم مصطفى انت فين من المهزله دي؟ مهزله تحكيميه امبارح وظلم تحكيمي في مباراه الاهلي وولاد النوار، فدي حاجه غريبه جدا احنا اول مره نشوفها. والاهلي عشان دي حاجه تثبت ان للناس اللي بتطلع تقول لك النادي الاهلي التحكيم المصري بيجامله والتحكيم الافريقي بيجامله، اديك شفت التحكيم امبارح في مباراه النادي الاهلي وحاجه غريبه جدا اول مره نشوفها. يعني طرد لاعب مجرد زغزغه بس هو عامل قال له تعالى زغزغه كده بسيطه فخلى اللاعب وقع وطرد بانتشار وطرد غير مستحق. امبارح الكوره ما فيهاش اي حاجه ولا تستدعي اصلا فاول ولا انذار ولا تستدعي اي حاجه خالص، مجرد ان لابس اللاعب. يعني حاجه غريبه جدا وناس كتير اتكلمت في حته التحكيم امبارح والتحكيم كان مهزله كرويه في ماتش النادي الاهلي وحكم ضعيف جدا والمفروض الحكم ده ما يحكمش اصلا بطوله ما يحكمش دوره رمضانيه، احنا الحكم ده اصلا ما يحكمش دوره رمضانيه على اللي احنا شفناه امبارح. حكم ضعيف جدا الشخصيه وحكم غريب شفناه في مباراه النادي الاهلي امبارح. طبعا اتكلمنا امبارح على الصفقات اللي جايه النادي الاهلي في يناير وقلنا ان في 5 صفقات وان طبعا الباك ليفت وباك رايت وقلنا في ديفندر وقلنا في مهاجم صريح الكلام ده كله. طبعا طب مين الباك الشمال اللي جاي النادي الاهلي واحتمال يجي النادي الاهلي في يناير؟ احتمال يجي النادي الاهلي في يناير محمد حمدي لاعب بيراميدز، لان طبعا محمد حمدي المفروض ان العقد بتاعه ينتهي في اخر الموسم او تقريبا في شهر يناير اللي جاي وبنسبه كبيره جاي النادي الاهلي. طبعا هو استكفى بمعنى صح قال انا استكفيت بالفلوس اللي خدتها من بيراميدز وان هو عنده الافضليه ان هو يجي يلعب في النادي الاهلي لان بيراميدز عرضت على اللاعب التجديد واللاعب رفض الفكره دي وقال انا مش هجدد وبيفضل ان هو يجي النادي الاهلي. طيب بيراميدز عرضت على مين بقى في النادي الاهلي ومبلغ رهيب جدا، عرضت على اليو ديانج. اليو ديانج تقريبا هياخد في 3 مواسم 5.5 مليون دولار، ده العرض اللي وصل من نادي بيراميدز لاليو ديانج عشان لحد دلوقتي اليو ديانج وقلت امبارح الكلام ده ان بنسبه كبيره ممكن تلاقي اليو ديانج في يناير ماشي مع النادي الاهلي ومشي راح فرقه ثانيه بنسبه كبيره ممكن يروح بيراميدز لان بيراميدز حط له عرض رهيب جدا واللاعب مرحب ان هو يمشي من النادي الاهلي عشان خاطر ان العرض النادي الاهلي مقدم له حوالي 1.5 مليون او 2 مليون دولار مش العرض اللي مقدماه بيراميدز. بيراميدز مقدمه عرض 3 اضعاف بتتكلم في 5.5 مليون دولار، فبنسبه كبيره ممكن تلاقي ديانج بره. يعني زي ما قلت من ضمن الصفقات اللي هتلاقيها في النادي الاهلي هو محمد حمدي لاعب بيراميدز لاعب كويس وبيلعب منتخب مصر ولاعب ممتاز. لو جه النادي الاهلي في الباك الشمال هيضيف هتبقى اضافه قويه هيبقى معاه الباك الشمال محمد شكري
ومحمد حمدي، الاثنين هيبقى عاملين زي ايام مانويل جوزيه لما كان موجود سيد معوض وموجود جilberto، وكان موجود الله يرحمه محمد عواد. كان الثلاثه باك شمال كنت بتلاقي فيه منافسه، لو اللاعب اتصاب بتلاقي فيه اللاعب البديل. برضه احنا عايزين الباك اليمين، واتكلمنا مين اللي ممكن يجي من الباك اليمين. استنونا في فيديو جديد واخبار جديده، بس اهم حاجه اعمل اشتراك للقناه واللايك والشير عشان الفيديو ينتشر ويوصل لكل الناس.